أنا النهارده جديد عن سياحة مختلفة. يا ترى سمعتوا عنها؟ سياحة الجذور. ايه هي سياحة الجذور؟ يعني ايه سياحة الجذور؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من خلال لقائنا مع ضيفنا فيصل الزيادي، وكيل أول وزارة السياحة والقنصل مصر السياحي في البلقان واليونان وتركيا. أهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. لما هنتكلم عن سياحة الجذور، ايه هي سياحة الجذور؟ نحب نعرفها للمشاهدين. سياحة الجذور دي سياحة معروفة جدا في أوروبا وفي أمريكا، بس للأسف الشديد احنا هنا في مصر لغاية النهاردة ما حدش فكر في جذب هذا النمط من السياحة، رغم أن هذا النمط بيمثل في إنجلترا حوالي 60% من حركة السياحة إلى إنجلترا. انجلترا النهارده بيجي لها من امريكا. انتوا عارفين معروف طبعا ان في امريكا معظمهم كلهم مهاجرين انجليز لامريكا، فبيجوا من امريكا يعملوا سياحه في البلد الام انجلترا. انا عندي الطيور المهاجره، ومعروف في مصر كتير جدا جدا جدا، يمكن حوالي من 16 الى 18 مليون مهاجر مصري موجودين بره مصر. انا دول بدل ما يروحوا يعملوا سياحه في اوروبا ويعملوا سياحه خارجيه، انا اجيبهم عندي هنا مصر، اجيبهم هنا في مصر ويعملوا سياحه هنا. ومعروف ان الافريج جنس او بي سي او متوسط معدل الاقامه لهذا النمط من السياحه بيبقى عالي جدا، بيصل الى 15 ليله. تخيل حضرتك انت تبقى مهاجره بره في امريكا او في انجلترا او في كندا او في اي مكان، وهتيجي بقالك سنين ما نزلتيش مصر، هرجع باك هوم، ارجع لبلدي. هتيجي لبلدك، هتدوري على كل مكان انت ليك ذكرى فيه، هتشوفي الاهل، هتشوفي الاصحاب، هتحب تمشي في المكان اللي انت عشت فيه. الحنين للمكان دوت بيجبرك انك انت تيجي تعملي سياحه. اولا متوسط انفاق السايح ده مصري اصلا هيرجع لمصر، هيجي يعمل كم شوبينج وكم هدايا وهو راجع وكم انفاق ليه. انا اعرف ناس مهاجرين في استراليا جم هنا عشان يعملوا العقيقه بتاع اولادهم في مصر هنا. فهذا النمط نمط ذو دخل مرتفع جدا، ومعروف ان صناعه السياحه بتغذي 72 صناعه جنبيها، فيعمل دخل عندي عالي جدا. ده طبعا له اجراء وله تنظيم معين، وانا من خلال هذا البرنامج الجميل بتاعك دوت بطالب المسؤولين، خاصه ان عندنا النهارده بعد ثوره 25 يناير رئيس جديد، رئيس الجمهوريه الجديد، وعندنا وزير سياحه الصديق الزميل هشام زعزوع. نقدر النهارده يتعمل مؤتمر تحضيري تحت رعايه رئيس الجمهوريه، وبناشد وبكرر تحت رعايه رئيس الجمهوريه، عشان لما رئيس الدوله بيبقى مهتم بهذا النمط، هذا المؤتمر يتم الاعداد ليه تحت رعايه رئيس الجمهوريه، وتشارك فيه وزاره السياحه، وزاره الخارجيه عن طريق السفراء اللي هنا في الخارج، وعن طريق عمد الجاليات المصريه، ويدعى فيه علماء الفكر والفن والادب زي عمر الشريف، فاروق الباز، احمد زويل، مجدي يعقوب. يعني احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك فعلا، ان احنا فعلا محتاجين التركيز والاهتمام بهذا النوع من السياحه. لكن زي ما حضرتك قلت النجوم اللي ذكرتهم وغيرهم كتير مصريين، ازاي نقدر نجذبهم لسياحه الجذور انهم يرجعوا تاني بلدهم؟ انا بقول اعمل مؤتمر تحضيري تحت رعايه بس مفيش وسائل جذب اخرى. لما يجي مؤتمر زي هنا يتعمل ويدعى فيه عمد الجاليات المصريه، ورئيس الرابط المصريه في الخارج، وسفراء الشرف اللي يبقوا موجودين بيمثلوا مصر في الخارج، ويجي علمائنا الاجلاء اللي في اوروبا وفي امريكا، واخد بال حضرتك، ويتعمل مؤتمر تحضيري هنا تحت رعايه رئيس الجمهوريه، ويشارك فيه وزير الخارجيه، يشارك فيه وزير السياحه، يشارك فيه وزير الدوله لشؤون الهجره. هتبقى وسيله داعمه لهذا النوع من السياحه. طبعا يجي يتعمل مؤتمر هنا واديهم نسبه خصم عشان اجذبهم يجوا هنا. دي هتعوض الانحسار، خاصه ان الموسم النهارده بقى حركه سياحه فيها حركه انحسار جامد جدا فيها. حضرتك ذكرت انجلترا على انها اكتر الاماكن انتشار فيها سياحه الجذور طبعا. ايه الاماكن الاخرى زي انجلترا؟ هل في اماكن اخرى ممكن نقول؟ ده بقى دي سياحه بينيه بقى، وده موضوع تاني خالص، بين الدول العربيه وبعضيها وبين الدول الاوروبيه وبعضيها. ده موضوع يحتاج حلقه تانيه كبيره، ويحتاج مؤتمر تاني كبير ونتكلم فيه. لكن انجلترا هي المكان اللي فيه انتشار لهذا النوع من السياحه بنسبه 60%. لا منتشر طبعا بين امريكا، بين دول امريكا اللاتينيه وبعضيها منتشر. طيب مين اللي ممكن يشجع السياحه؟ شركات اجنبيه ولا شركات عربيه؟ وازاي هتقدر تعمل الشركات الاجنبيه ده مع الشريك المصري؟ ازاي بتصل للمهاجرين؟ اي شركه مصريه لها وكيل اجنبي، بيبقى انتجريشن بين الاثنين، تكامل بين الاثنين طبعا.
طبعا. هو ده ممكن ان هم ينظموا الرحلات دي طبعا. سياحه الجذور زي ما فهمت من حضرتك ان هو بيرجع تاني لوطنه، بيرجع تاني يفتكر المكان اللي درس فيه، المكان اللي عاش فيه. انا اللي يهمني مش العدد اللي يجي، اللي يهمني العدد اللي هيجي هيعمل كام ليله سياحيه. يعني النهارده عندي 16 مليون. هل ممكن يتعمل لهم برامج وازاي نعمل برنامج يرضي كل واحد على حده؟ لو انا جبت 25% جبت 4 مليون او 5 مليون، عوضوا لي الانحسار ده كله. 5 مليون كل سايح من دول هيعمل كام ليله؟ على الاقل 15 ليله. ب 5 مليون 750 الف ليله، 750 مليون ليله. شوف الانفاق بتاعهم قد ايه في اقامه وفي اكل وفي شرب. تعالى بقى هو راجع تاني هيعمل قد ايه شوبينج. استاذ فيصل 72 صناعه جنبيه. بنشكر حضرتك على هذا اللقاء.